ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده فيديو منتظر اللي طبعا ناس كتير سألتني ان هما لو ما فيش عندهم عجان يعملوا ايه، هيضربوا بالمضرب الكهربائي. طب هيطلع نفس النتيجة ولا مش هيطلع نفس النتيجة؟ جبت لكم النهارده الفيديو، هنعمل كمان التورتتين القمر اللي انتوا شايفينهم ده بالمضرب الكهربائي. يعني بلاش عجان، هنضرب بالمضرب الكهربائي. اهم حاجه يا بنات، لو انتي اول مره تشوفيني او مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشترك في القناه كده وتفعل الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه كده، ايه رايكم في التورتتين دولت؟ ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه كده تحفه وقمر. التورتايه اللبن دي كانت مطلوبه مني نفس الشكل بالظبط. خلاص، واحده مقاس 20 وواحده مقاس 26. اول حاجه كده يا بنات، انا عندي العجان زي ما انتم عارفين، طبعا بشتغل بالعجان، وعندي المضرب الكهربائي. يعني انا اول ما اشتغلت خلاص، يعني انا هجيب لكم اول ما انا اشتغلت. انا كان عندي مضرب اللي هو يعني كان ب 140 جنيه تقريبا، يعني من يجي 3 4 سنين يعني. بس ما عادش معايا 3 شهور، وما كانش بيطلّع النتيجة قد كده. يعني كنت باشتغل بالإسبونج البيتي، اللي هو هتضيفي بقى مقدار ورا مقدار، وتشوفي السكر تضيفيه، وبعدين دقيق، وبعدين مش عارف إيه، موال كده، تمام. المهم المضرب اتحرق مني، رُحت ما كانش طبعًا معايا المقدرة إن أنا أجيب عجان. رُحت جبت المضرب اللي أنتم شايفينه ده، كينود، تمام. كان ب800 جنيه. طبعًا في ناس كتبت لي في الكومنتات إن هو عدّى ال2000 جنيه. ما أنا ما أعرفش والله، ده الكلام ده كان من سنتين ونُص تقريبًا كده، أو من سنتين. أنا كنت جايباه ب800 جنيه، اللي هو الكينود ده، ما شاء الله كان كويس، يعني في الضرب كان كويس. خلاص، أول حاجة كده أقول لكم المقادير، وأقول لكم هنعمل إيه. بس عايزة أقول لكم، أو خليكم معايا للآخر كده وتشوفوا إيه الفرق بين العجان وإيه الفرق بين المضرب، تمام. الفرق بين العجان والفرق بين المضرب، العجان بيوفر عليكي وقت ومجهود وخامات. فتعالوا بقى نضرب بالمضرب كده ونشوف الدنيا فيها ايه، وهنقعد وقت قد ايه، والدنيا هتبقى ماشيه ازاي معانا. اول حاجه كده، انا جبت بوله، حطيت فيها 300 جرام من الاسبونج، وحطيت فيها كمان 3 بيضات يكون حجمهم كويس. حط معلقه محسن جل، واهم حاجه يكون المحسن بتاعك شفاف عشان يطلع معاكي النتيجه المطلوبه. في طبعا ناس بيقولوا لي ابقى اعمل لنا بالجرامات وكده. عايزه اقول لك ان انا ممكن اعمل لك بالجرامات وكده، بس انا عشان الشغل بتاعي انا مبقاش بعمل تورتايه واحده، انا ممكن اعمل 3 4 تورت ورا بعض. فخلاص يعني انا عرفت المقادير بتاعتي، فتلاقيني على طول دايركت ورا بعضه. فانا مبقاش والله عايزه اضيع مثلا فرصه ان انا اصور لكم وانزل لكم، بحيث ان لو حد جديد داخل معايا في القناه وحابب ان هو يتعلم وياخد معلومه لو بسيطه، فما بقاش عايزه ان انا اضيع وقت وكده. انا ممكن اقول لكم كل فيديو اعمل لكم بالجرامات وكلام من ده، بس انا بضيع انا وقتي، لان أنا ببقى محتاجه كل دقيقه في وقتي، لان انا باشتغل من بيتي، يعني بيت وولاد وأكل وشرب ومذاكرة وحاجات كتير كده، انتوا فاهمين طبعا، كل اللي شغال زيي عارف. أنا طبعا بعد ما حطيت المقادير بتاعتي، 3 بيضات، 300 جرام من الاسبونج، معلقة محسن جل، ربع كوباية من المية والفانيليا، وضربتهم مع بعض كده. حطيت كل المقادير كلها على بعضها، طبعا ده بيختلف عن الدقيق العادي أو الاسبونج البيتي، تمام. حطيت ورق حواوشي في قاع الحلة بتاعتي، وجبت ورق حواوشي برضو، حطيت على جوانب الحلة. خلاص، في ناس ما بيحطوش وفي ناس بيحطوا، انا عن نفسي بحط، تمام كده، عشان طبعا ما تاخدش لون معايا زيادة عن اللزوم. اقلب بقى الاسبونج بتاعي. وعايزه اقول لكم اول حاجه، انا طبعا ضربت الاسبونج، جبت بنتي وقلت لها اضربي الاسبونج على ما اولع الفرن، وعلى ما احط ورق الحواوشي في الحله وكلام من ده. يعني معنى كده اول حاجه وقت ضرب، ان انتي ما انتش عارفه تعملي اي حاجه، انت ماسكه المضرب. لو طبعا ما فيش معاكي حد يساعدك وكده، ماسكه المضرب لغايه ما تخلصي الاسبونج بتاعك، ما ولعتيش الفرن ولا جهزت اي حاجه. خلاص، ولا جهزت حله ولا اي حاجه. فطبعا ده مجهود ومش توفير في الوقت. خلاص، بس لو انت لسه مبتدئة عادي، مش مشكلة اشتغلي بالمضرب، لان انت لو لسه مبتدئة هتعملي تورتاية 2، فالموضوع بسيط. لكن لو انت مثلا يعني ما شاء الله، يعني اللهم بارك، جايلك اوردرات كتير، فالموضوع هيبقى صعب عليكي جدا. لو انت بتشتغلي طبعا في البيت، الموضوع صعب عليك. فضربت اول سبونج في الحله مقاس 20، حطيته في جنب. طبعا ولعت الفرن، وحطيت بقى المقادير بتاع الصينيه مقاس 26. حطيت 400 جرام من الاسبونج،
واحط 4 بيضات يكون حجمهم كبير. على فكرة مش هتفرق بقى 10 جرام زيادة، 5 جرام زيادة، 20 جرام زيادة، مش بتفرق في الاسبانش بصراحة يعني. خلاص حطيت 4 بيضات زي ما انتم شايفين كده. هحط معلقة محسن جل، تلت كوباية من المية والفانيليا، واضربهم كويس جدا جدا. طب مدة العجان او مثلا مدة المضرب قد ايه؟ مدة العجان يعني من 5 ل6 دقايق. اما طبعا المضرب لازم يكون القوة بتاعته تكون عالية عشان يديكي نفس النتيجة، يعني من 10 ل12 دقيقة، او ممكن كمان احيانا ربع ساعة. تمام كده. بعد ما حطينا طبعا المكونات، وزي ما قلت لكم لو انت مثلا لسه مبتدئة فمش يعني بصوا موضوع العجان مش هيفرق معاكي قوي. ليه بقى؟ لان اللي بيبقى مبتدئ طبعا الناس ما بتعرفوش من اول يوم ولا من اسبوع ولا من شهر ولا 2، ممكن تقعدي سنة، اكتر من سنة، على ما حد طبعا ان هو يعرفك، على ما انت تعملي شغل تقدري ان انت تعملي يعني ناس وكده يتعرفوا على الشغل بتاعك، او يعرفوا مثلا الجروب بتاعك او الصفحة بتاعتك وكده. تمام. لكن لو انت بقى طبعا يعني شغالة من زمان وكده، والناس بدأ ان هي او الناس عارفاكي معنى اصح، يعني لازم يكون عندك عجان، لان انت هيبقى عندك اوردرات كتير. لكن لو انت مبتدئة تيجي تبصي ممكن تورتاية في اليوم كده، فالموضوع مش هيفرق معاكي قوي. لكن لو انت زي ما قلت لك كده عندك شغل كتير وكده واوردرات، الموضوع هيفرق معاكي طبعا جدا، عشان هيبقى معاكي اوردرات كتير ومش هيبقى. بصوا يعني عايزين نوفر وقت جامد، بحيث طبعا انت اصلا شغاله من بيتك، يعني شغل البيت غير بقى طبعا ما انت شغاله في مصنع او شغاله في محل. في شغل البيت ده يعني هو البيت له جزء والشغل له جزء. تمام. فبالتالي مش هتفضلي واقفة طول النهار في الشغل وسايبة بيتك. فانت عايزة حاجة ان هي تنجزك، ده في حالة ما انت طبعا تكوني شغالة اوردرات كل يوم وكده وكذا حاجة يعني. خلاص. اللي كانت طبعا بتقولي على الجروب، هقول لكم الاول ان انا طلعت الاسبونج بعد ما حطيت الحلتين في الفرن، حطيتهم طبعا على درجة حرارة متوسطة. تمام كده. وبعدين يعني سبت الاسبونج بتاعي لما هدى تماما، وابتديت ان انا اقطعه زي ما انتم شايفين. طبعا بين العجان وبين المضرب مفيش فرق، يعني انا لو ضربت بالعجان بيطلع معايا 3 طبقات برضو نفس النظام زي ما انتم شايفين. خلاص. ضربت بالمضرب قدامكم طلع معايا برضو نفس النظام 3 طبقات وكويس جدا. خلاص. بس اهم حاجة يعني تجيبي المضرب القوة بتاعته تكون عالية، بحيث ان انتي تقدري ان انتي تشتغلي ويطلع معاكي نفس الكمية زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي كانت سألتني بتقولي على اعمل جروب ازاي وكده. اول حاجة بتعملي صفحة على الفيسبوك. خلاص. طبعا لو انت مش عارفة تعملي صفحة ازاي تقدري تدخلي على اليوتيوب، يعني اليوتيوب ما عادش اصلا يعني مخلي نفسنا في اي حاجة. تدخلي تبحثي ان انت عايزة مثلا تعملي صفحة على الفيسبوك. خلاص كده. تعملي الصفحة بتاعتك، وبعدين برضو تدخل على اليوتيوب تاني تسألي ازاي تعملي جروب. تمام. عايزة اقول لكم ان انا سجلت لكم الفيديو ده على يومين، يوم كنت كويسة في اول الفيديو، واليوم التاني عشان كان يعني عندي برضو كده فصوتي تحسوه رايح. خلاص. فاستحملوني. المهم بعد ما بتعملي جروب، الصفحة بتاعتك بقى يعني دي بتبقى صفحة يعني بتاعت الشغل مش شخصية. فبعدين بتضيفي بقى ايه اصحابك، يعني مثلا اصحابك واصحابك يضيفوا اصحابهم واحدة واحدة كده لغاية ما ايه. يعني كل ما انت بتضيفي اصدقاء كتير الجروب بتاعك هيكبر والصفحة بتاعتك هتكبر، فالناس هتبدأ ان هي تعرفك. فلما تنزلي طبعا صور عندك على الصفحة او فيديوهات او مثلا مقاطع من الريلز، هتيجي تبص تلاقي الناس بدأت تعملك متابعة، ناس بدأت تدخل تسألك انت منين، شغلك فيه، شو يعني، آه، او اسعار الشغل بتاعك او كلام من ده. خلاص. فهي بتيجي من كده. اول ما انا اشتغلت عملت صفحة وعملت جروب، قعدت يجي سنة. اي انا كان ممكن يجيلي مثلا تورتايه في اليوم ده سجيته، اقعد يومين، ممكن اقعد اسبوع. فواحدة واحدة كده لغاية يعني الحمد لله الناس تبدأ ان هي تعرفه وكده، ويبدأ ان هو يجيلك شغل. خلاص. المهم يا بنات انا عملت التورتين بتوعي جلستهم، وابتديت ان انا اعمل اول تورتايه اللي كانت مطلوبه مني كانت نفس اللون بالظبط، ان انا هعمل فيها اللون الكحل اللي انتوا شايفينه ده،
وابدأ ان انا ادخل فيها اللون الابيض، اعمل فيها تشبيهات. تمام. اللون الكحلي ده بيطلع منين؟ بصوا، هو في عندي لون لبني ولون كحلي، اللي هو من اللي هو الماجيك، اللي هو الوانات الماجيك دي. طبعا دي بتبقى مسرحة يعني تعمليها على الكريم شانتيه مسرحة للأكل، يعني مش ضارة ولا حاجة. خلاص. بس أنا طبعا لما باجي أعمل أي شغل فيه ألوانات وكده، باعمل إيه؟ باعمل طبقة كويسة من الكريمة البيضا، وطبقة خفيفة جدا من الكريمة يعني الملونة. ليه بقى؟ لأن ممكن في حد يكون مثلا إيه مش حابب الكريمة الملونة، فبالتالي يشتريها بالراحة كده وخلاص، والطبقة اللي تحت يبقى فيها برضو كريمة بيضة، فمبقاش فيها مشكلة. خلاص. دي بقى تاني تورتاية. طبعا انا لو شغالة بالعجان هطلع نفس الارتفاع ده ونفس التجليد، كل حاجة لو شغالة بالعجان. طبعا انا اشتغلتلكم النهاردة بالمضرب، عشان بس ايه، البنات اللي بتدخل تسألني تقولي انا ما عنديش عجان وحابة ان انا ابدأ مشروع، حابة ان انا اشتغل من بيتي يعني يبقى لي ايه مصدر رزق وكده. انا جبت لك النهارده الفيديو بكل تفاصيله، يعني انا اشتغلت لك بالمضرب، بعيدنا طبعا العجين خالص. فانت تقدري ان انت تقدري تعملي مشروع، تجيبي مضرب. مش لازم طبعا اول ما تبداي تجيبي كل الادوات كلها. انا كنت بادئه اول ما ابتديت خالص، كنت بجيب ربع كيلو كريمه وكيلو اسبوع، كنت بشتغل كمان بالدقيق البيتي، كنت بجيب ربع بربع. تمام. وكان بيني وبين المحل اللي انا هجيب منه الخامات كانت مواصلة، فابتديت ان انا يعني واحدة واحدة، ان انا جبت ربع، بقيت اجيب نص، بقيت اجيب كيلو، لان انا كنت بادئه المشروع بتاعي دي ب150 جنيه. طبعا محدش هيصدق، لا كنت بادئه ب150 جنيه فعلا. ابتديت ان انا اجيب ربع بربع. انا لسه يعني بصوا بقالي يجي 3 سنين تقريبا في الشغل، بادئه ان انا دلوقتي احس ان انا بقى في راس مال وفي مكسب. تمام. ليه بقى؟ لان انا انا كنت بادئه ما فيش راس مال، فكنت بادئه المكسب بتاعي راس المال ب150 جنيه، يعني حاجه لا تذكر. والمكسب بتاعي كنت بعمل ايه؟ اجيب قاعده دواره، اجيب اسباتيول عجباني، اجيب حله مثلا مقاس 20. كل ما كنت اعمل تورتايه يطلع لي مثلا مكسب، احط مكسب على مكسب، ابدا ان انا اجيب الحاجه اللي ناقصاني وكده. مش هقولك ان انا ما شاء الله يعني جبت كل الخامات بتاعتي كلها مره واحده، لا طبعا. كنت ممكن اروح مثلا ب500 جنيه اجيب شويه شغل ما يقضونيش يومين 3، ابدا اروح تاني اجيب مثلا الاسبوع اللي بعده معايا مثلا 700 جنيه، يعني ازود البضاعه بتاعتي شويه 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 كده. لما ابتديت ان انا يعني الحمد لله يبقى معايا فلوس، ابدا ان انا اعمل مثلا حاجه كان نفسي فيها، ازود مثلا الشغل بتاعي. فهي بتيجي كده. فالشغل مش اول ما تفتحي مشروع ما تمليش بسرعه، لان بتقعدي فتره، تقعدي وقت من الزمن كده على ما ايه تبدا الناس تعرفك، يبدا معاكي مثلا فلوس تقدري ان انتي تقفي على رجلك. خلاف طبعا ما انت ممكن يكون معاكي مثلا مبلغ دلوقتي وحابه تعملي مشروع. تمام. انا كنت بادئه من ما فيش، لكن انت لو معاكي راس مال تقدري ان انت تعملي شغل هتحسي بالمكسب على طول. تمام كده. بس الحمد لله يعني انا حسيت بجد ان انا مفتخرة بنفسي، ان انا عملت حاجة او بدأت مشروع من غير راس مال، وابتديت ان انا اقف على رجلي واثبتت نفسي فيه الحمد لله، اللهم بارك يعني. وبفضل طبعا دعواتكم ووقفتكم معايا بعد ربنا طبعا. ده كان بقى الفيديو بتاعي النهارده. لو الفيديو عجبك يا ريت تحط اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك، وتقولي بتتابعني منين. اترككم بقى في رعاية الله.